السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار المقدمة من قناة أخبار تركيا بالعربي. اليوم لدينا في الخبر الأول: النظام السوري يوجه رسالة للسوريين في تركيا. والخبر الثاني: السلطات التركية تلقي القبض على 40 شخصا في بورصة وأنقرة. والخبر الثالث: موظف في شركة الكهرباء في تركيا ينصح ب4 خطوات من أجل تخفيض الفاتورة. ولكن قبل البدء في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. قال وزير الداخلية التركي مولود جاويش أوغلو أن النظام السوري يريد عودة السوريين إلى بلدهم، ومن المهم القيام بذلك بطريقة إيجابية مع ضمان سلامتهم. وأضاف أوغلو أن من السابق لأوانه عقد اجتماع على مستوى وزير الخارجية مع الجانب السوري في يناير. ولدينا في الخبر الثاني: السلطات التركية تلقي القبض على 40 شخصا في بورصة وأنقرة. ذكرت وكالة الأناضول التركية أن وحدة مكافحة الإرهاب التركية داهمت منزل المشتبه بهم صباح اليوم الخميس بعد رصد صلاته وأنشطته مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. واعتقلت الفرق 16 شخصا من الجنسية السورية والعراقية والأذربيجانية في منطقة بورصة، إضافة إلى 24 أجنبيا آخرين مجهولي الجنسية في أنقرة. ولدينا في الخبر الثالث: موظف في شركة الكهرباء في تركيا ينصح ب4 خطوات من أجل تخفيض الفاتورة. بحسب المصادر قال موظف في شركة الكهرباء أن هنالك 4 خطوات للتوفير كما يلي: فتح الأنوار في الغرفة المستخدمة فقط، إطفاء كل الأنوار عند الخروج من المنزل، إطفاء جميع الأجهزة غير اللازمة حتى وإن كانت صغيرة، وعدم تشغيل كل الأجهزة الكهربائية مع بعضها البعض. وبهكذا نكون قد انهينا أخبارنا اليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع ودمتم بخير.